أنا أذكر رحم الله الشيخ أبو زهرة. الشيخ أبو زهرة دخلنا عليه في دارة حدائق القبة بالقاهرة. بعد فترة إجا وشوية بدين، بمجرد أن قعد التفت لي بتشنج. أنا كان ويانا محامي من بيت دراج من القاهرة، وياي الله يرحم سيد رضا الوردي وحج جواد واحد من أهل الكاظمية. قعدنا ثلاثة. التفت لي بتشنج بعدنا مو قاعدين. قال ايه حكاية المتعة دي عندكم؟ قلت له مولانا اولا احنا ضيوفك، وبعدين هاي حكاية المتعة عندكم مو عندنا. قال لي كيف؟ قلت له الان انتم اجماع المذاهب عندكم على ان الانسان يتزوج امرأة بنية ان يطلقها، يتزوجها وبنيته ان يطلقها، يتزوجها الصبح بنيته يطلقها العصر، وهي تدري وهو يدري، والعاقد يدري والولي يدري، بالاجماع عندكم جائز هذا. قال ايه شو المتعة شلونها حمراء خضراء؟ هاي المتعة فيها مو متعة هاي عندكم؟ اذا نقد هاي عندكم هذا. تفضل هاي الكتب بين ايديكم شوفوها. قال لا هاي روايات ضعيفة. قلت له ارجوك لا تقول لي روايات ضعيفة، انا شغلتي هاي، مو انه انا متبعها وموجودة وان الروايات متينة واجماع فقهاءكم على هذا، وحكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. ليش التشنج يا مولاي؟ مسألة انت عرضتها ناقشها علميا ما في مانع. اذا تناقشها علميا ما في مانع، احنا نقبل اذا عندك نظرية ناهضة وشوف وجهة نظرنا دليلنا شنو. فقصدي لا يكون الفقيه يكون اكو عنده تشنج. تشنج لا، لان انت جيت قارع فقيه مثلك، فينبغي آداب المقارعة آداب المحاججة تتحكم بالاثنين.